السلام عليكم. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب للفيديو وتعليق بخصوص الموضوع. إطلالة سعد المجرد تخطف الأنظار في آخر ظهور له، وحذف ديو الغنائي الذي جمع الفنانين نعمان بالعياشي وزينة الدودية. إليكم التفاصيل. خطف النجم المغربي سعد المجرد الأنظار بأحدث إطلالة صيفية له، والتي كانت مليئة بالألوان، والتي حرص على تقاسمها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، حيث أطل المجرد على جمهوره بقميص صيفي ملون وسروال أحمر، وهي الإطلالة التي أرفقها بسلسلة فضية ونظارات شمسية. وأرفق الفنان المغربي صوره بتعليق جاء فيه الاحتفال بألوان الحياة. ولقد حظيت إطلالة المجرد لإعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيه ومتابعي الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير. وعلى الصعيد الفني، حققت أغنيته الأخيرة أشخبارك لحدود اللحظة أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. وأثار حذف ديو الغنائي الذي جمع بين الفنانة زينة الدودية ونعمان بالعياشي بعنوان ولا بغيتي الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب شكوى تقدم بها شخص مجهول متهما الفنانان بسرقة لحن أغنيته. وفتح هذا الأمر باب التساؤلات بين الجمهور ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن صفة هذا الشخص وجنسيته. وهذا الأمر جعل نعمان بالعياشي يخرج عن صمته بتدوين قال فيها: أعزائي، أود أن أعبر عن امتناني الصادق لدعمكم الثابت والمتواصل. من المهم أن أبلغكم أن إزالة أغنية ولا بغيتي لا ترتبط بأي فنان جزائري أو أي فنان آخر بأي شكل من الأشكال. في الواقع تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل شخص مغربي قام بالإبلاغ عن الموسيقى على اليوتيوب. ليس لدي أي معرفة أو صلة شخصية بهذا الشخص الذي يدعي أن كلمات علاش يا دنيا علاش ولحنها قد تمت سرقتها، مزعما انتهاك حقوقه. وأضاف بالعياشي في تدوينته على صفحته الرسمية بموقع الانستغرام قائلا: نحن نعمل حاليا على حل هذه المسألة، خاصة بما أن الأغنية تعود بالكامل لي، وموجها الشكر إلى جمهوري. تقديركم ودعمكم لهما قيمة عظيمة. أشكركم بشكل لا يوصف على حبكم ومحبتكم لتنهال مختلف التعليقات على المنشور من طرف متابعيه، إلى جانب زملائه الفنانين يدعمونه ويتمنون رجوع الأغنية ومعتبرين أنها ناجحة. فكان هذا هو فيديو اليوم، وإلى فيديو قادم.